ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس هتشوفوا كل جديد. من ساعه المقاطعه واحنا بندور على مكان بديل لستاربكس، فالنهارده بقى معانا 9 to 9 ويلا بينا نشوف الفيديو بيقول ايه. قول يا دوحه. هنجرب بقى معانا النهارده 9 to 9 وهنشوف بقى النهارده بيقدموا ايه وهل فعلا بديل فعلا لستاربكس ولا لا، وهنشوف الكواليتي كمان اللي بيقدموه. فيلا بقى نشوف اول حاجه معانا. هنشوف بقى اول حاجه معانا هو الاسبانيش لاتيه، والاسبانيش لاتيه زي ما انتم شايفين كده وسعره 95 جنيه، وهنشوف بقى فعلا طعمه مختلف عن باقي الاماكن ولا لا. فهنشوف بقى معانا. هنشوف بقى طعمه مختلف عن الباقي ولا لا. بسم الله. لا طعمه بصراحه حلو قوي، والاسبريسو فيه مظبوط، مش مراره باينه قوي ان هي مر عن اللبن. طعم القهوه نفسها فيه مش مغطيه عن اللبن، مش مديه مراره شويه. حاطط برده النسبه بتاعت اللبن كويسه، وبرده السكر مظبوط، مش عايزين نزود فيه سكر ولا حاجه. فده كان اول حاجه معانا سعره 95 جنيه. نشوف بقى اللي بعد كده معانا. وطبعا هو بيقدم حاجات كتير قوي بالنسبه للديزرتس وبالنسبه لحاجات تانية زي التشوكليت موس والهاني كيك، وعندهم كمان التشيز كيك اللي يحط لك بقى كراميل او بيستاشيو او اي حاجه زي ما انت عايز، وطبعا بيغرقها لك زي ما انتم شايفين كده. وكمان بقى السينامون كيك والكوراسو يحط لك نوتيلا او بيستاشيو زي ما انت عايز. ده غير بقى الكوكيز عندهم روعه. ده غير بقى اللي عنده سلطز للناس اللي بتعمل دايت. ونشوف تاني حاجه معانا ويلا بينا. تاني حاجه بقى معانا وهو الاورنج جوس، وشكله زي ما انتم شايفين كده، وده سعره 55 جنيه. واي جوس عندهم تقريبا في الحدود السعر ده، سواء جوافه. اكيد تقريبا المانجا اغلى، الحجم بتاعه مناسب، انما هنشوف بقى السعر مناسب بالنسبه للطعم ولا لا. فهنشوف بقى الاورنج جوس معانا. شوف بقى الطعم. بسم الله. لا والله طعمه حلو كمان، يعني نظبط السكر بتاعه، مش تحس بطعم المزازه. الاورنج جوس بتاعه او العصير البرتقال بصراحه طعمه حلو قوي. وكمان يعني مش اللي هو انا جبته قبل كده بصراحه من ستاربكس كان فيه تحس بطعم المزازه شويه. مش بقول لي عشان احنا قطعناه، لا، بس هو فعلا الطعم بتاعه كويس. بالنسبه برضو للسعر بتاعه، هو المكان هنا سعره غالي شويه، بس كمكان بيقدم لك كواليتي حلوه، فطبيعي ان انت هتلاقي كواليتي عاليه وفي نفس الوقت هتلاقي سعر غالي شويه. شوف بقى تالت حاجه معانا ويلا بينا. تالت حاجة بقى معانا وهو الكوراسو بالنوتيلا. طبعا زي ما انتم شايفين كده هو منظره يجيب صداع. هنشوف بقى الكوراسو معانا. هو طبعا غالي شوية، بس الغالي بقى ممكن يبقى ثمنه فيه، هو اكيد الغالي ثمنه فيه زي ما بتشوفوا كده. هو سعره 95 جنيه وكوراسو بالنوتيلا، وطبعا في كذا فليفر بيه، يعني غير النوتيلا في بيستاشيو وفي كذا حاجة. نشوف بقى الطعم معانا ونبدأ كده في تالت حاجة. طبعا الاورنج جوس كان حلو برضو، بس هو طبعا عايز في الفطار الصبح. هو طعمه كده زي اللي مامتك بتعمله في البيت يعني بالظبط. السكر بتاعه حلو والبرتقال كان طبيعي 100%. نشوف بقى كده ايه كده الكوراسو معانا. الطعم بقى كده. بسم الله يا جمدانو. طعم الكوراسو نفسه حلو مع السمنه ولا الزبده اللي حاططها، مخليها قريبه لطعم الكوراسو بتاع العبد. فبصراحه عامله دويتو حلو كده مع النوتيلا، وكمان يعني حجمها حلو بالنسبه للسعر. السعر برده غالي شويه بالنسبه ان هي ب 95 جنيه، بس حلوه بصراحه. وحاطط شويه بندق كده عليها من فوق. ونشوف بقى اخر حاجه معانا ويلا بينا. اخر حاجه بقى معانا وهو هنجيب القسم الرئيسي بتاع 9 to 9 او بتاع اي كافيه. طبعا يعني في مشروبات اساسيه بتبقى في كل كافيه
زي ما عندهم مثلا الايس لاتيه، ودي من الحاجات برضو الاساسيه عندهم. وبرضو عندهم حاجه جديده اسمها كاليتا، والكاليتا دي عباره عن قهوه بس تقيله شويه، اسبريسو او كابتشينو او اي حاجه. فهنشوف بقى النهارده الحاجه البيزك اللي موجوده في اي كافيه وهو الكابتشينو. طبعا الكابتشينو بسعره 75 جنيه عندهم هنا، وشكله زي ما انتم شايفين كده. يبدا بقى يسخن لك اللبن، ويبدا بقى الرسام يرسم رسمه وهميه. بجد الرسم بتاعه حلو جدا، وبصراحه اتصدمت لما لقيتها طلعت بالنتيجه دي، بجد روعه. طبعا بيكتب لك اسمك كده زي ستاربكس وزي اي كافيه مشهور دلوقتي بيعمل الحركه دي. فهنشوف بقى الغالي فعلا بيقدم فعلا نفس الكواليتي ولا لا. شوف بقى الطعم كده معانا، بسم الله. ما خدت السكر يا نسيت احط سكر يلا نشوف بقى الطعم، بسم الله. لا طعمه حلو قوي الصراحه الكابتشينو طعمه حلو قوي، والسكر زي ما حسب الرغبه اللي انت عايزه. انا بحط معلقتين 3 كده، يعني اللي هو الاكياس اللي بتحط، يعني 3 اكياس بصراحه مع الكابتشينو بيبقى الطعم بتاعه مظبوط. اهو الحلبه اشتغل بس انا بحب الاسبانيش لاتيه، كان احلى. هو اغلى شويه، اغلى كام 10 جنيه تقريبا ولا 15 جنيه، بس هو احلى بالنسبه لي. المشروبات اللي بيحبها حاجه تكون ساقعه. الكابتشينو بصراحه انا شايفه العادي بالنسبه لاي مكان تاني، زي مثلا اي مكان بره الكابتشينو ما يفرقش كتير عن اي كافيه. الطعم ده كان برضو اللي هو العادي يعني. بس وده كان نهايه الفيديو النهارده. بصراحه الكافيه يعني اوفر اول، يعني الكواليتي بتاعته كويسه جدا، بحيث المنتجات كلها حلوه قوي. السعر غالي شويه بصراحه، بس الكافيه بصراحه يعني فعلا بديل ستاربكس او منافس قوي لستاربكس، ومصري 100%. فبصراحه حلو. عنده فرع واحد بس في الكوربه، بس بدأ يفتح فرع تاني، واكيد هيبقى عنده فروع تانية. مش حلو في حاجه واحده بس، حلو في كذا حاجه، كذا حاجه بيقدمها. بصراحه المكان كله اصلا زحمه، لان هو فعلا مش اللي هو اسمه وخلاص بديل ستاربكس ولا لا فعلا المنتجات بتاعته اللي هو بيقدمها حلوه قوي، علشان كده بيتميز. هو بيقدم منتج كويس، بس علشان كده فعلا في اقبال عليه. بس وده كان فيديو النهارده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس تشوفوا كل جديد. وقول يا دوحه، هو علّى الصوت ليه يا عم؟ بصور يا ابني، حقوق ملكيه يا اسطى. اسمه ايه يا عم؟ الخلاط يا ابني، الخلاط يا عم انت.